اخواتي، ورجعت لكم بقى بعد ما احنا سلقنا البليله بتاعتنا في الحله. طبعا زي ما انتم شايفين ده شكلها بعد ما اتغسلت، يعني نص غسله كده علشان يعني يبقى فيها نسبه نشويات. تمام قوي زي ما انتم شايفين. حاجه طبعا ريحتها بقى حاجه كده عظمه قوي. تعالوا بقى موريكم نعمل واحد بليله على التكه واقول لكم بيتعمل ازاي. اول حاجه هنجيب الكنكه بتاعتنا وهنحط فيها 3 معالق بليله من المعلقه الكبيره شويه دي. يعني بليله كده سهله وبسيطه واقتصاديه خالص. كده احنا حطينا البليله بتاعتنا. هنقوم نازلين بقى بمعلقتين من السحلب. السكر حسب الرغبه، هحط معلقه سكر. بعد كده هقوم نازل باللبن، يعني في معيار كده تلت كوبايه لبن مثلا. تمام او كده. بعد كده هاخدها على النار وهسخن. طبعا انا هنا هسخن على البخار، في البيت هنسخن على البوتاجاز. وبعد ما خلصنا كده البليله وسخناها هنجيب بقى الكوبايه بتاعتنا وهنقوم نازلين كده في الكوبايه. طبعا اهم حاجه يعني انا ما بحبش البليله تكون خفيفه بصراحه، يعني بحبها كده تكون سميكه كده شويه. بعد كده هننزل بالمكسرات، شويه جوز محمرين، بعد كده هحط معلقه مكسرات بندق لو مش موجود مش مشكله. بعد كده هحط شويه زبيب، اهم حاجه في البليله الزبيب. ممكن نحط سنه قرفه، كل الخامات دي موجوده عندنا في البيت. والتكه الاخيره هقوم حاطط حته زبده صغيره خالص. زي ما انتم شايفين انا عملت واحد بليله سريع جدا. نعمله كده بالطريقه دي علشان لو جالنا اي ضيوف. بالنسبه لما احنا بعد ما سلقنا البليله ممكن نحفظها في اكياس ونحط في الفريزر علشان تبقى لينا ولاولادنا بليله اقتصاديه جدا مش مكلفه. لو نزلنا شربناها بره في اي كافيه ولا في اي مكان هندفع فلوس قد كده. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وبس خلاص.